بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وان شاء الله السيشن دي تبقى نافعه ليكم. ده السيشن العملي بتاعه الكيمستري. سنه تانية الترم الاولاني وسنه ثالثه الترم الاولاني، انتوا الاثنين بيبقى عندكم تايتريشن. انا دكتوره بايو. كفايه كده ملكيش. احنا النهارده عايزين نشرح العملي، فهنشرحه من خلال الخطوات الاتيه. اول حاجه هراجع لك سريعا على يعني ايه تايتريشن. بعد كده هبتدي ان انا اكلمك هو العملي بيسالك على ايه بالظبط، وايه الخطوات العمليه اللي انت بالظبط هتعملها من اول ما هتخش المعمل لحد ما هتخرج من المعمل. بعد كده هقول لك ايه بالظبط اللخبطه اللي ممكن بتحصل ما بين المدارس او الفروقات الفرديه ما بين المدارس. يعني بمعنى اصح اختلاف الانديكيتورز، اختلاف الرياكتنس اللي بيكونوا شغالين بيها. هنشوف يعني الاختلافات الفرديه اللي ممكن تحصل، وهنشوف الاسئله الزياده اللي ممكن تحصل او الاسئله الزياده اللي ممكن ان هو يسالها لك. بعد كده هنتكلم على الروبريك بتاعك وهتعمل ايه من اول ما هتخش لحد ما هتخرج كسمري للسيشن. فاول حاجه هنبتدي بيه التايتريشن. التايتريشن ده المفروض ان هو حاجه انت عندك في LO1 وLO3 وLO7. عباره عن ايه التايتريشن ده جزء كبير من علم كبير اسمه analytical chemistry. الاناليتيكال كيمستري او الكيمياء التحليليه باختصار، انت بيكون عندك سولوشن، والسولوشن ده انت بتبقى عايز اول حاجه تعرف ايه ده، تاني حاجه عايز تعرف التركيز بتاعه. بعد ما عرفت ايه ده، بتعرف ايه ده عن طريق الكواليتيتيف كيمستري. الكواليتيتيف كيمستري ده علم بنعرف عن طريقه ايه الحاجه اللي قدامنا دي، وده مش عليك السنه دي ولا عليك السنه الجايه، هتاخده لو انت دخلت صيدله، وعليهم في ثانوي عام بره، بس هو مش عليك. بعد ما عرفت الحاجه دي مثلا ان هي مثلا HCl NaOH KMnO4 ايا كان، هيبقى ان انا اعرف التركيز بتاعها اللي هو الكوانتيتيف اناليسيس. لما هوصل للكوانتيتيف اناليسيس هبتدي بقى ان انا عايز اعرف التركيز، فبعرف ده عن طريق حاجتين: لا اما عن طريق الفوليومتريك اناليسيس، الطريقه التقليديه البطيئه العاديه، لا اما عن طريق الانسترومنتال اناليسيس. الانسترومنتال اناليسيس بيبقى عندك جهاز، الجهاز ده بمنتهى البساطه بيبقى ليه زي قلم كده، بتحط القلم بتاع الجهاز في السولوشن بتاعك فبيطلع لك القرايه بتاعت الكونسنتريشن. ذات ايزي، مفيش اي حاجه صعبه في الموضوع. واحنا طبعا مش علينا الموضوع بتاع الانسترومنتال ده او مش هنشتغل بيه، احنا هنشتغل بطريقه الفوليومتريك. الفوليومتريك ده الطريقه دي بتعتمد على الاستيكيومتري اللي احنا خدناها السنه اللي فاتت، اللي هي ايه؟ اللي هو احنا عندنا HCl مثلا بلس NaOH بتدينا NaCl زائد ووتر. ففي الكيميكال رياكشن ده هتلاقي ان انت عندك 1 مول من ال HCl بيرياكت مع 1 مول من ال NaOH. في الفوليومتريك اناليسيس بقى احنا بنكون شغالين بالعكس، اللي هو يا ترى، يا هل ترى، لو انا عندي 1 مول من ال NaOH قدر ان هو يخلص على كل كميه ال HCl اللي كانت موجوده، فمعنى كده ان ال HCl دي كميتها قد ايه؟ 1، بما ان الريشيو 1 to 1. فلو انا مثلا عندي كميه 0.5 مول من ال NaOH قدرت تخلص على كل كميه ال HCl اللي كانت موجوده، فمعنى كده ان كميه ال HCl قد ايه؟ 0.5. فكل ما في الامر ان احنا بيكون عندنا تو رياكتنتس، رياكتنت منهم احنا ما بنبقاش عارفين عنه اي معلومه تانية، اي معلومه. فعشان نعرف المعلومات بتاعته او نعرف عنه اي معلومات بنجيب كيميكال رياكتنت تاني يرياكت معاه علشان نقدر نستنتج عنه معلومات. بما ان احنا هنا بنتكلم على ان في اسيد بيرياكت مع بيز، فاحنا كده بنتكلم على اسيد بيز فوليومتريك اناليسيس او اسيد بيز تايتريشن. عشان برضو نوضح المثال، لو انت مثلا عندك حاجه زي ال H2SO4 هترياكت مع ال NaOH علشان تديلك Na2SO4 و H2O. ففي الحالة دي انت عندك كل 1 مول من ال H2SO4 بيرياكت مع 2 مول من NaOH. فلو انا مثلا جيت قلت لك ان انا احتجت 4 مولز من ال NaOH عشان يخلصوا على H2SO4، فمعنى كده ان كمية ال H2SO4 كانت بتساوي 2 مول، لان زي ما انت شايف الموضوع ريشيو. فده كده باختصار التايتريشن او اساسا اناليتيكال كيمستري. عندك اناليتيكال كيمستري كواليتيتيف وكوانتيتيف. كواليتيتيف بنعرف منها ايه الحاجه اللي عندي، كوانتيتيف بعرف منها الكميات. الكميات دي لا اما هعرفها بطريقه سريعه الانسترومنتال، لا اما بطريقه الفوليومتريك. الطريقه الفوليومتريك بتعتمد على الاستيكيومتري، كذا بيرياكت مع كذا فبيدوني 1 2 3 4. فلو انا في رياكتنت مش عارف عنه معلومه،
هجيب رياكتنت تاني بيرياكت معاه وانا عارف معلومات عنه، فعن طريق الايكويشن بتاعتهم او عن طريق الرياكشن بتاعهم هقدر ان انا استنتج الكميات بتاعتهم. الرجل اللي انا برجيه ده بيختصر في قانون M1 V1 على N1 equals M2 V2 على N2، عشان برضو نبقى مفسرين. الM اللي هي المولاريتي، اللي هي اليونت بتاعتها بالمولاريتي او بالمولر يعني، او اليونت بتاعتها مول بر لتر. الفي اللي هو الفوليوم، لو بالليتر فيبقى في الناحيتين بالليتر، لو بالملي يبقى في الناحيتين بالملي، مش شرط ان هو يكون بالليتر، على الاقل هنا يعني. طب الان ده اللي هو الكوفيشنت ان ذا بالانس كيميكال ايكويشن. يعني لو انا مثلا بتكلم ان انا عايزه اعرف ال H2SO4 الان بتاعتها بكام، فهي الان بتاعتها بواحد. لو عايزه اعرف ال NaOH الان بتاعتها بكام، الان بتاعتها باتنين. لان الان هنا بتعبر عن الكوفيشنت في بالانس كيميكال ايكويشن، مش بتعبر عن عدد الاو اتشز او عدد الاي اتش او عدد الاتشز في المولكيول الواحده. هي هنا بتعبر عن البالانسد كيميكال ايكويشن، عشان بس في ناس بتتلخبط وبتعوض بارقام غلط. ركزوا عشان الحته دي مهمه. نعيدها تاني. اوكي. طيب انا دلوقتي في العملي هيكون مطلوب مني ايه؟ في العملي هو مثلا هيجيب لك، هيقول لك انت عندك سولوشن من ال HCl. احنا عايزين نعرف الكونسنتريشن بتاعه، عايزين نعرف المولاريتي بتاعته. وانت علشان تعرف المولاريتي بتاعته احنا مديلك مثلا سولوشن من ال NaOH عشان تستخدمه في معرفه الكونسنتريشن. الكونسنتريشن بتاع السولوشن بتاعت ال NaOH فلنفترض مثلا المولاريتي 0.5 مولر، وال HCl ما نعرفش عنها اي معلومه. طيب هو كده مديلك كميه HCl انت مش عارف عنها اي حاجه وعايز تبتدي ان انت تشتغل. هشتغل ازاي من الالف للياء؟ انا هشتغل معاك على اصعب سيناريو، اللي هو السيناريو اللي انت دخلت المعمل لقيت كل، لو ان انت دخلت المعمل لقيت كل الادوات كده مرصوصه، مفيش اي حاجه محطوطه، مفيش اي حاجه يعني متحطه بشكل منظم، كل الحاجات كده دخلت لقيتها هابهازارد في المعمل. هشتغل ازاي من الالف للياء؟ نبتدي بقى كده، بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه انت بتخش المعمل معاك البلطو بتاعك. في مدارس بيدولكم البلطوهات، في مدارس بتحتاجوا ان انتوا تشتروا البلطو. معاك البلطو، معاك الجلافز، معاك الاي جوجلز، معاك مناديل، معاك القلم، معاك الكالكوليتر، معاك ورقه زياده علشان هتحتاجها. تمام؟ اوكي. اول ما هخش المعمل هقوم عبال ما يجي الدور بتاعي هبتدي ان انا امسك الورقه بتاعتي واعمل جدول. لا اما الجدول ده تعمله في ورقه الامتحان على طول، لا اما تعملها في الورقه الدرافت، الورقه اللي انت جايبها كده على الجنب. تمام؟ هعمل الورقه دي. الورقه دي فيها ايه؟ فيها الاتي: number of trial، ان انا هعمل 3 ترايل، 1 2 3. الانيشال فوليوم اللي انا هبتدي بيه، الفاينل فوليوم اللي انا هبتدي بيه، والفوليوم يوزد. بعد ما عملت الورقه المفروض بقى ان انا هبتدي اشتغل. انا عندي حاجتين، حاجه منهم مش عارف الكونسنتريشن بتاعها اسمها انالايت، وحاجه عارف الكونسنتريشن بتاعها اسمها تايترنت. فلنفترض دلوقتي ان انت هتخش هتلاقي الادوات بتاعتك مرصوصه كده زي ما احنا اتفقنا بشكل عشوائي. فتعالى كده نتعرف على الادوات بتاعتنا. اول حاجه انت عندك في اول تول اسمها بيوريت. البيوريت دي بتكون انبوبه طويله وفي اخر الانبوبه دي حنفيه او تاب. البيوريت في الغالب بنستخدمها عشان نحط فيها التايترنت، او بمعنى التايترنت في الغالب بنستخدمها عشان نحط فيها التايترنت. ده ستاند. الستاند ده المفروض ان انت بتعلق عليه البيوريت علشان بدل ما تفضل ماسك البيوريت طول الاكسبيرمنت تحطها على الستاند ده. البيكر او الفلاسكايه، احنا في الغالب بنحب نشتغل بفلاسكايه. الفلاسك او الفلاسكايه دي ده الحاجه اللي انت بتحط فيها الانالايت او الحاجه اللي انت عايز تعمل عليها كيميكال اناليسيس. دي ازازه على الجنب، حتى لو هي مش موجوده بس هي هتكون موجوده. دي ازازه على الجنب بيكون فيها الانديكيتور. ده دروبر بتاعه كده بنشفط بيها. دي الفانل او القمع. تمام؟ ده زي ما اتفقنا البيكر، وده الفلاسكايه، ودي البيبت.
تمام. معلش انا هفترض يعني ان دي بيوريت، عشان انا مش معايا بيوريت دلوقتي للاسف، فهنفترض ان دي بيوريت. وعايز بقى اشوف انا من اول ما هخش المعمل هعمل ايه. انا عايز ارياكت تايترنت مع انالايت. ففي حاجه هتتحط في البيوريت والحاجه الثانيه هتتحط في الفلاسكايه. المفروض احضر ازاي؟ نبتدي بالبيوريت. خلاص انا كده دخلت المعمل وحضرت الجدول بتاعي، وعايز ان انا ابتدي بقى ان انا اشتغل خطوات عملي بعد بقى ما لبست حاجتي وبتاع. ادي كده، فلنفترض معلش ان دي بيوريت. بعد ما نظفت البيوريت وتاكدت ان هي نظيفه ومسحتها ونظفتها وكل الكلام بقى اللي احنا بنعمله ده، البيوريت عايز ان انا املاها. فنفترض ان هو هيطلب منك ان انت تملاها بالان اي او اتش، في الغالب هو هيقول لك يعني، ولو ما قالكش هقول لك تعمل ايه. فانت هتملاها بالان اي او اتش. هعمل ايه؟ لان البيوريت زي ما انت شايف كده، انت اول حاجه حطيتها او علقتها في الستاند. لما علقتها في الستاند بقى ده شكلها في الغالب بتبقى اطول منك. بيوريت بتبقى اطول منك. ماشي. طب انا دلوقتي عايز احط فيها ان اي او اتش، اعمل ايه؟ اقوم حاطط فانل واطلع واشد كده وادلق؟ لا. لا اما هتحرق، لا اما هتاذي، لا اما هنقص درجات. طب لو وقفت على الكرسي؟ لا، ما ده منظر ما بيبقاش كويس بالنسبه للايفالويترز. فانا المفروض اعمل ايه؟ المفروض دلوقتي ادي البيورات اهي، هي بالنسبه لي عاليه في المستوى بتاعي، فهقوم مطلع الستاند لبره وهنزل البيورات هنزل البيورات هنزل البيورات لحد ما تبقى في نفس مستوى الرؤيه بتاعي، وابتدي ان انا احط عليها الفانل. وبعد كده ابتدي ان انا ادلق ال NaOH. طب انا دلوقتي هدلق ال NaOH ادلق كده؟ لا. ليه لا؟ لان انت عندك دي رفيعه، فلو دلقت مره واحده هتلاقي ان البتاعه باظت منك. تدلق حبه صغيرين وتشيل ايديك، تدلق حبه صغيرين تشيل ايديك، تتاكد ان هم نزلوا. طب بعد ما نزلوا خلاص كده البيورات بتاعتي اتملت. خلاص، يفضل ان انت تملاها شويه فوق الصفر، وهقول لك ليه. يعني املاها كده حبه حلوين فوق الصفر. عايزه بس افكرك ان البيورات بتاعتك بتبقى مترقمه بالعكس، يعني بتبقى مترقمه الزيرو فوق وال50 تحت، مش زي السلندر. السلندر بيبقى الزيرو تحت اهي، بيبقى 10 20 30 40 50 60. لا، انت عندك البيورات والبيبت بالعكس، صفر واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة وهكذا. تمام. أنا دلوقتي خلاص مليت شوية فوق الصفر، وخلاص إيه خلصت. فالبيورات اللي أنا حاططها على الستاند مش قافل عليها قوي ولا مخفف قوي، نص نص يعني. خلاص انا كده مليتها. فالفانل دي خلاص ملهاش لازمه، اشيلها. يا ريت تشيل الفانل، لو ما شلتش الفانل بيبقى شكلك اهبل شويه. فايه، وبعد كده نرفع البيوريت تاني للمكان الاصلي بتاعها، اللي زي ما اتفقنا ان هي بتكون اعلى مننا. طب هي دلوقتي اعلى مني، والبيوريت كده خلاص جاهزه للشغل؟ لا. البيوريت يا شباب بيكون عندها تب، سوري، تب. التب ده اللي هو الحته دي. انت دلوقتي قافل الحنفيه، فاخر مكان وصل له السولوشن هو الجزء ده. التب دي اللي هي الحنفيه ما فيهاش دلوقتي سولوشن، بس احنا عايزين نتاكد ان هي فيها سولوشن. ليه؟ عشان لما تيجي تصب، لو انا مثلا صبيت 2 مللي، هل ال 2 مللي دول كلهم اتدلقوا ولا في جزء اتحجز في التب؟ اتحجز، وقف فيها. في جزء اتحجز. فانا بقى مش عايزه جزء يتحجز، انا من الاول عايزه التب تبقى مليانه، وده كله يبقى مليان، ما يبقاش فيه اي اير بابلز، ما يبقاش فيه اي فراغات، عشان لما انا اصب ملي يبقى كل الملي ده نزل فعلا في السولوشن، نزل عمل كيميكال رياكشن، مش ملي راح ملالي هوا، ملي اتدلق مني. لا، انا المفروض اكون شغال بشكل اكيوريت. فانا هامله التب دي. هملاها ازاي؟ هشغل الحنفيه بتاعت البيورات. بيكون ليها حالتين. يا اما بتبقى عامله كده بالشكل ده بتكون مقفوله، يا اما انت بتلفها في نفس اتجاه الميه، فمعنى كده ان هي بقت مفتوحه. مقفوله مفتوحه مقفوله مفتوحه. اوكي. فانت دلوقتي هتفتح الحنفيه بتاعتك وهتتاكد ان هي في شويه سولوشن ينزلوا يملوا التب دي، يملوها. وانس ان التب اتملت ومفيش اي فراغات هواء، بتقوم قافل الحنفيه بتاعتك تاني. طبعا دي حاجه محتاجه تمرس شويه، يعني محتاجه ان انت تكون على الاقل عملتها مره في المدرسه، مره حتى تكون بس جربت الموضوع ده قبل كده مره في المدرسه. طب انا يا باي ما جربتهوش، الجروب كان 5 وما لحقتش ان انا اشتغل، مش مشكله ان شاء الله يعني، ما يبقاش الموضوع صعب وتروح تلاقي الدنيا جاهزه يعني. تمام. طب انا خلاص دلوقتي حطيت البيوريت جواها التايترنت، وحطيت يعني الحاجه السولوشن بتاعي، واتاكدت ان التاب مليانه، واتاكدت ان خلاص كده البيوريت مظبوطه ومش لازقه في الترابيزه ولا بعيده قوي عن الترابيزه، لا هي بمسافه مناسبه، وعلقتها على الستاند والدنيا خلاص كده تمام.
خلاص انا كده خلصت الجزء بتاع بيوريت. كده الجزء بتاع تايترنت انت خلاص كده جهزته. زي ما اتفقنا كده حضرنا الجدول، عندنا تايترنت عايزين نحضره وحضرناه، عايزين بقى نحضر الانالايت، وبعد كده نتكلم في الكيميكال رياكشن ايه بالظبط اللي بيحصل ما بينهم، يعني ايه الستبس اللي هتحصل دلوقتي. ففي الانالايت المفروض ان انت في الجانب مثلا هيكون HCl، فهو هيكون مديلك سائل اللي هو مليان HCl. هل كل ال HCl دي انت هتستخدمها وهتعمل عليها تايتريشن؟ لا، انت كده هتخلص موارد المعمل، هنسحب منهم حبه صغيرين. فنفترض مثلا هنسحب 10 مللي او 15 مللي. في المدرسه هو هيقول لك هو انت عايزك تسحب 10 ولا 15، ولو ما قالكش هتسحب 10. المفروض ال 10 اللي انت هتسحبهم دول بيبقوا اكيوريت، يبقوا 10 بالظبط. تسحب ال 10 سواء بالبامب بتاعتك، ما اعتقدش ان هم بيقولوا لكم تسحبوا ببقكم، يعني الكلام ده مقرف، ما اعتقدش ان هم بيخلوكم تعملوه. احنا في الجامعه الصراحه بنعمله، بس ما اعتقدش ان انتوا بتعملوه. المفروض ان انت بتسحب بالبامب، اللي هي البتاعه كده اللي بتفضل تسحب لحد ما تبقى 10 مللي بالظبط. بعد ما بقت خلاص انا متاكد ان هي سحبت وبقوا 10 مللي بالظبط، المفروض ال 10 مللي دول ان انا همسكهم علشان اصبهم جوه الفلاسكايه. طب هصبهم ازاي؟ انا صبيتهم بالمنظر الحقير ده، هيبتدي ان في شويه نقط تقع على الجناب، ولو نقط وقعت على الجناب يبقى هم مش داخلين معايا في كيميكال رياكشن. انا حاطط 10 مللي منهم منطور، فكده الحسابات بتاعتي هتطلع غلط. فلو انت عايز تصب، بنبقى احنا طبعا قافلين عليها، وبعد كده بندخل لحد ما نوصل لتحت كده، فيبتدي السولوشن ان هو ينزل. طيب اتبقى مثلا جزء وانا مش عارفه انزله، بقوم مخبط خفيفه عشان ده ينزل. تمام تمام. طيب اتلخبطت، في نقطتين ميه وقع مني على الجنب، او في، انا اسفه، نقطتين دول عشان بس ميه، في نقطتين سولوشن وقع مني على الجنب، وعايزه ان انا اجيبهم لان مش هينفع ان انا ادلق وابتدي من الاول. اعمل ايه؟ احاول ان انا كده، مثلا دي نقطه مثلا عايزه ان انا اجيبها، اقوم بالراحه كده مميل مثلا اهي لحد ما اجيبها، بعد كده انزل تاني بالراحه اهي، جت معايا. تمام، بس انزل بالراحه واطلع بالراحه. وطبعا انا محتاجه اقول لك ان انت قبل ما تشتغل تتاكد ان هي على قد ما تقدر الفلاسكايه بتاعتك تبقى ناشفه، سواء انت هتنشفها بمنديل او هتنشفها باي حاجه. لو انت دخلت اول شخص في المعمل ففي الغالب الادوات بتاعتك هتبقى نظيفه. لو انت دخلت بعد زميلك او بعد زميلتك ففي الغالب الادوات هتبقى مثلا اتغسلت او كده، فانت محتاج ان انت تنشفها، سواء بتنشفها على النار، بتعرضها على النار فبتنشف، او ان انت بتجيب منديل وبتمسحها بيه. بس المهم ان هي لازم تبقى ناشفه. اوكي. طب بعدين كده انا عندي الانالايت، الانالايت اللي انا عايز احلله محطوط في الفلاسكايه، ال 10 مللي محطوطين مظبوط، وعندي التايترنت. حان وقت الكيميكال رياكشن. طيب احنا كنا اتفقنا ان ال HCl لما الرياكشن بتاعها مع ال NaOH يخلص، فاحنا نقول خلاص نطبق القانون بتاعنا M1V1 equals M2V2. طب انا دلوقتي عندي مشكله، ال HCl شفاف وال NaOH شفاف، انا هعرف منين ان هو رياكشن خلص؟ ايه الدلاله اللي قدامي؟ قال لك بما ان الرياكشن ما فيهوش اي حاجه مميزه، فانا هحتاج اضيف كاشف او عين بالنسبه لي. مين العين دي؟ الانديكيتور. لو انت ما ضفتش انديكيتور فالاكسبيرمنت بتاعتك هتخرب. لازم تستخدم انديكيتور، اكتبها كده على ايديك اول ما تخش، لازم استخدم انديكيتور. في الغالب المدرس بتاعك في المعمل لازم يعدي يشوف اللون البينك او يشوف اللون البرتقاني، لازم يشوف اللون. لو ما شافهوش فمعنى كده ان انت ما اشتغلتش او نسيت الانديكيتور. نسيان الانديكيتور نقص درجات على طول، فانت كده اكتبه. ويعني ايه من باب يعني الحاجه الحلوه كده، لو حسيت ان زميلك مثلا متوتر وهينسى فكره. ماشي. طيب خلاص حطينا الانديكيتور، بنحطه فين؟ بنحطه على الفلاسكايه. لو احنا دلوقتي افترضنا مثلا افتراض ان انا كان عندي الانديكيتور اللي انا بستخدمه حاليا فينول فيسالين. الفينول فيسالين من الحاجات اللي بيبقى اللون بتاعها شفاف في الاسيدك ميديوم وفي النيوترال ميديوم، وبيبقى لونها بينك في البيزك ميديوم. فلنفترض دلوقتي ان احنا زي ما اتفقنا عندنا هنا HCl وانا حاطط فينول فيسالين، فالسولوشن بتاعي شفاف مفيش اي حاجه مميزه. هبتدي بقى ان انا هشتغل ازاي؟ عايز ان انا ابتدي اعمل كيميكال رياكشن، ابتدي ان انا اخلي البيوريت تنزل السولوشن اللي فيها على ال HCl. لازم قبل ما ابتدي اشوف انا بادئ منين. فلنفترض ان انت بادئ من نقطه الصفر،
انت اول قرايه عندك البيوريت عندك اللور منسكس بتاعها عند نقطه الصفر. يعني ايه لور منسكس يا بايا؟ حابه ان انا افكرك ان الميه من الحاجات لما انت تيجي تقيسها لازم تقيس من عند اللور منسكس. يعني ايه لور منسكس؟ يعني دلوقتي لو دي نقطه الصفر، فانت ما يعني علشان تبقى قرايه الميه من عند نقطه الصفر لازم تبقى الميه عامله كده، اللور منسكس بتاعها لامس عند الصفر، مش كده. ده كده مش صفر، مش كده، ما تبقاش الميه كده، لا. فدلوقتي اللور منسكس عند الخط ده، فدي كده القرايه بتاعتي. طب انا بقرا اللور منسكس ازاي؟ ببقى مميل البتاع كده وبشوف اللور منسكس؟ لا، بتبقى عينيا في نفس مستوى ال ال القرايه اللي انا عايزه اقراها، ما ببصش عليها كده ولا ابص عليها من فوق. لو انت عايز تقرا صح فلازم الحاجه تبقى في نفس مستوى عينيك، وبتقرا من عند اللور منسكس. تمام تمام. فلنفترض ان اللور منسكس بتاعك اللي هو القرايه الاولانيه ان انت بادئ من عند نقطه الصفر. تمام. وهبتدي دلوقتي ان انا افتح الحنفيه، هفتح الحنفيه بتاعتي وابتدي ان انا اصب السولوشن بتاع الانالايت على سوري السولوشن بتاع التايترنت على السولوشن بتاع الانالايت. وبيبتدي ان انا بعمل ايه بقى؟ ثانيه واحده، ظهر الواحد بيموت. ابتدي بقى ان انا اعمل ايه؟ ان انا كده ادي فاتح حنفيه وصب. شايف ايه؟ المفروض ان انا عندي كده ال NaOH بيرياكت مع ال HCl. كل نقطه انا بنزلها لازم اتاكد ان هي اتوزعت، فانا بنقط نقطتين وبحرك، بنقط نقطتين وبعمل ميكسنج، بنقط نقطتين وبعمل ميكسنج. في ناس عندها ميكسر في المدرسه، بس احنا ايه؟ في الغالب من الناس مش هيبقى عندها. نقط نقطتين وتحرك. طب بعدين هتفضل تعمل الكلام ده لحد ما فجأة هتحس ان بدأ يظهر لون بينك. نزلت كده نقطة، اللون البينك اللي هي عملته مجرد بس ما عملت ميكسنج اللون البينك اختفى. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الاسيد اللي في السولوشن ابتدى يبقى قليل جدا. البيز كان خلاص هيغلب على السولوشن ويبقى السولوشن بتاعك بيزك، بس لما انت عملت ميكسنج البيز كده لقى كام مولكيول اسيد ما كانش اتفاعل معاها، فايه؟ فالسولوشن تاني رجع اسيدك او رجع نيوترال، ما نعرفش. المهم ان انت لما بتوصل للمرحله دي معناها ان انت قربت. فلو انت مثلا كنت بتنقط 5 نقط وبعد كده بتوقف، 5 نقط وبعد كده بتوقف، لا، تيجي بقى تنزل نقطه نقطه، نقطه وتحرك، نقطه وتحرك، لحد ما هتلاقي في نقطه. انا هكسر الادوات. لحد ما هتلاقي في نقطه نزلت قلبت السولوشن بتاعك كله بينك. تيجي تعمل ميكسنج اللون البينك ما يختفيش، فساعتها بنسميها فيرست ريزيستنت، يعني ثابت بينك كلر، فينت بينك كلر، فينت بينك كلر. مش عايزاك تعملي النمر الوردي هنا، مش باربي هي. مش عايزه السولوشن بتاعي ما يقلبش باربي، لا، بينك خفيف قوي وهوري لكم لونه. طب مثلا لو انت شغال بميثايل اورنج، على حسب بقى، اورنج خفيف قوي او ريد خفيف قوي، على حسب السولوشن اللي انت هتكون شغال بيه. تمام. فاول ما بيظهر لك لون بريزيستنت تعرف كده ان انت وصلت للاند بوينت. يعني ايه الاند بوينت؟ يعني النقطه اللي بيتساوى فيها ال HCl مع ال NaOH، او خلينا نقول الايكويفالنت بوينت. في فرق ما بين الايكويفالنت بوينت والاند بوينت. الايكويفالنت بوينت النقطه اللي HCl فيها تبقى قد كميه ال NaOH. الاند بوينت هي البوينت اللي اللون الانديكيتور بيتغير فيها. عايزه بس افكرك بحاجه، ان الفينولفثالين هو لونه كولرلس في الاسيديك ميديوم وفي النيوترال ميديوم. فلما احنا كان عندنا كميه ال HCl تساوت مع كميه ال NaOH والميديم بتاعك بقى نيوترال، انت ما كنتش شايف لان ما كانش فيه فرق في اللون. انت شفت امتى؟ شفت لما السولوشن بتاعك ابتدى يبقى بيزك على خفيف. فدي كده اسمها اند بوينت. البوينت دي الانديكيتور وراني تغيير في اللون، بس ده مش معناه ان ال HCl بالظبط قد ال NaOH، يبقى يعني الحسابات اللي انا هحسبها غلط؟ لا، تمشي يعني تمام. المهم ان ادي كده الفينولفثالين خلاص ورانا الفيرست بريزيستنت بينك كولر، وكده السولوشن بتاعي بقى سلايتلي بيزك. اقدر اقول كده ان انا وصلت للاند بوينت. وصلت لها امتى؟
بعد ما قعدت اصب من البيوريت، قعدت اصب لحد ما السولوشن مثلا بقت القرايه بتاعته عند 12.6. فمعنى كده ان انا صبيت كام ملي؟ معنى كده ان انا صبيت 12.6. يجي المدرس بتاعك في المدرسه يقول لك ايه؟ فبرك الباقي، فبرك الاجابه الثانيه والثالثه. في بعض الاحيان انت هيبقى حظك ان انت تشتغل 3 ترايل، انت داخل في الاول مدرس فايق اشتغل 3 ترايلز. في بعض الاحيان الثانيه المدرس بتاعك يقول لك لا، انا دلوقتي احنا ما عندناش موارد كفايه، فاشتغل 2 وفبرك الثالثه. في بعض المدارس كل الناس بتشتغل واحد وبيفبرك الاثنين التانيين، وهكذا بقى. فعلى حسب المدرسه بتاعتك. خلي بالك ان دي حاجه انت بتعرفها وقت الامتحان، يعني اثناء الامتحان ذات نفسه ممكن المدرس يتفاجئ ان الموارد بتاعته خلصت، فيقول لك لا خلاص انت كده هتشتغل اكسبيرمنت واحده. انا من رايي ان انت لو جات لك الفرصه على الاقل اشتغل 2 وممكن تفبرك الثالثه. بس لو انت اشتغلت واحده بس والواحده دي كانت غلط فدي مشكله. طب لو اشتغلت 2 وانت كنت غلط في الاولانيه فمستحيل كمان تكون غلطت في الثانيه. طب لو انا لقيت الاولانيه والثانيه مختلفين قوي عن بعض يبقى معنى كده ان انا في واحده منهم غلط، فلازم اتاكد بالاكسبيرمنت الثالثه. طب لو عملت 2 ترايل ولقيت ان هم قريبين من بعض خلاص نو نيد فور ذا ثيرد ترايل. ده مستحيل تكون عملت الاثنين غلط، ده مش للدرجه دي يعني. المهم تعالى نفترض ان انا هشتغل الاكسبيرمنت الثانيه. هشتغل الاكسبيرمنت الثانيه فانا بادئ من عند 12.6 والفاينل فوليوم وقف عند 25، يعني كده ده 12.6 ووقف. قعدت اصب. يعني ايه اكسبيرمنت ثانيه؟ اكسبيرمنت ثانيه يعني انت صبيت اللي كان في الفلاسكايه عندك وحطيت 10 مللي تانيين، حطيت الانديكيتور تاني، بدات ان انت تصب من اول وجديد. فقعدت ان انا اعمل كيميكال رياكشن لحد ما بقى عندي الفاينل فوليوم في البيورات وصل ل 25 مللي. معنى كده ان انا استخدمت قد ايه؟ هطرح الرقمين من بعض، 25 minus 12.6 هتديني 12.4. فانا كده تقريبا يعني بستخدم 12.5 مللي. عايز بقى ان انا افبرك الثالثه. افبرك الثالثه ازاي؟ هفبرك الثالثه ان انا هنتهي او هبتدي من حيث انتهى الاخرون. انا كنت اخر بوينت واصل لها هي 25 مللي، فمعنى كده ان انا هبتدي الاكسبيرمنت الثالثه من عند 25 مللي. تقريبا هستخدم 12.5 مللي. فمعنى كده ان القرايه الفاينل فوليوم كانت واقفه عند كام؟ هجمع الرقمين عند بعض على بعض تديني 37.5. انا كده بفبرك. يعني ايه بفبرك؟ يعني انا دلوقتي بتوقع الفاينل فوليوم هيبقى ايه. فلو انت عايز تتوقع الفاينل فوليوم بتجمع الانيشال فوليوم على الفوليوم اللي انت عايز تفترض ان انت استخدمته. فانا من اول 2 اكسبيرمنت هفترض ان انا استخدمت 12.5 مللي، هجمعهم على بعض. سوري هجمع 12.5 على الانيشال فوليوم هيديني الفاينل فوليوم. هو انا ليه يا بويا بجمع الفوليوم يوزد على الانيشال؟ لان القرايه عندك ماشيه بالعكس، انت بادئ بزيرو، مش بادئ بزيرو من فوق مش من تحت. عشان كده القرايات معكوسه. صفر بتستهلك لحد ما بتبقى 12، ال 12 استهلكت لحد ما بقت 25، 25 استهلكت لحد ما بقت 37، وهكذا. تمام. بعدين دلوقتي انت المفروض بتحسب الافريج فوليوم. الافريج فوليوم معناه ان انت بتجمع الثلاثه فوليومز تقسمهم على عددهم فتقريبا هتطلع 12.5 مللي. عايز بقى ان انا احسب اللي هو بيساله لي في الامتحان. فهكتب في ورقه الامتحان، طبعا لازم اكتب له الجدول في ورقه الامتحان، لازم ان انا ابين له ان انا اشتغلت. وبعد كده بعمل بقى الحسابات بتاعتي، بقول له والله انت يا استاذ الكل ادتني ال HCl زائد ال NaOH ودول الايكويشن بتاعتهم بالمنظر ده. وطبعا عشان انا راجل محترم هعمل لك البالانس. الكلام ده الايكويشن بتاعته عشان نعرف نحله عباره عن M1V1 على N1 equals M2V2 على N2. ال M1 دي اللي هي بتاعت ال HCl انا مش عارفها. ال V1 بتاعت ال HCl انا كنت حاطط 10 مللي او 15 مللي على حسب المدرسه بتاعتك قالت لك ايه. هتعوض يعني بالرقم اللي المدرسه قالته لك على ال N1 اللي هو البالانس بتاع الكوفيشنت اللي هو في الحاله دي 1 equals M2 اللي هو الكونسنتريشن بتاعت ال NaOH اللي هو فلنفترض مثلا كان هو مديهولك ب 0.3، دي حاجه لازم يكون هو مديها لك. بعد كده انا صبيت فوليوم قد ايه من ال NaOH. يعني دلوقتي قعدت اصب، اللي انا كنت بصبه ده هو ال NaOH. صبيت افريج قد ايه؟ صبيت افريج 12.5
ال N2 ب 1 لان ده البالانس بتاع الكوفيشنت، فالمولاريتي هتطلع ب مثلا 0.5 مثلا، انا ما حسبتش انا بفترض 0.5 مولر او مول بير لتر. المولاريتي بتاعت مين؟ بتاعت ال HCl اللي هو ما بين قوسين انالايت. عايز بقى ايه اتحسب كده زياده في الامتحان وابين له ان انا شاطر، مثلا ده كده التايترنت، ده كده الانالايت، هكذا يعني ايه، اعمل اي حركه كده تحلل بيها اللقمه يعني. طبعا انا مش محتاجه اتكلم على الخطوات اللي انت بتعملها، شويه هاري الانجليش ده اتصرف انت بقى فيه مع نفسك، اللي هو هاري الانجليش اللي انت بتكتبه ده. بس انا يعني عموما ما حدش بيقرا الهاري بتاع الانجليش ده على قد ما هو بيقرا يعني البروسيجرز بيركزوا فيها على كي بوينتس. انت مثلا كاتب ان انا استخدمت 10 مللي، استخدمت انديكيتور، عارف كده في كي ووردز تبقى انت حاططها. هو في الاول وفي الاخر مش هيقرا الكلام، هو بس بيبص على حاجتين. انت كاتب الناتج النهائي صح؟ اه. طب كاتب اليونت؟ اه. كاتب القانون؟ اه. في شويه كلمات كده انت مستخدمها، كاتب كلمه انديكيتور، كاتب كلمه مثلا انالايت، كاتب كلمه تايترنت، خلاص يا سيدي اديله الدرجه النهائيه. ماشي، ما قرفنيش وهو شغال، ما بهدلش الستيشن بتاعته، ما غرقليش الدنيا، تمام زي الفل. اوكي تمام. طيب، بعد ما عرفت الكونسنتريشن ممكن ان هو يسالني اسئله زياده. ايه الاسئله الزياده اللي ممكن يسالها لي؟ ممكن يقول لك انا عايز اعرف السترينث. ايه السترينث ده؟ السترينث دي وسيله لقياس الكونسنتريشن، القانون بتاعها ماس بالجرام على لتر بتاع السولوشن، زي الدنست يعني. فانا دلوقتي لو عايز اعرف السترينث بتاعت ال HCl، انا عرفت ان الكونسنتريشن بتاعت ال HCl عباره عن 0.5 مولر او 0.5 مول لكل لتر. تمام. طب لو انا عايز بقى احول الكلام ده لماس على لتر، هعمل ايه؟ هضرب المول ده في المولر ماس. انا دلوقتي عايزه احول المول للماس، فهضرب المول في المولر ماس بتاعت ال HCl اللي هي 36 ونص، وهقسمها على نفس الواحد لتر. فانا كده حولت الكونسنتريشن لسترينث. تمام. كونسنتريشن مثلا ب 0.5، هحول الكلام ده لماس بير لتر، بدل بدل مول بير لتر. وطبعا في الاخر لازم ما تنساش القانون، او لازم سوري ما تنساش اليونت اللي هي جرام بير لتر. طيب مثلا مش عايز يسالني على السترينث، ممكن يسالني على ايه؟ ممكن يقول لك انت يا سيدي خلاص after calculation of concentration of HCl، انت خلاص كده عرفت الكونسنتريشن بتاعت ال HCl. ممكن تقول لي لو انت كنت مستخدم 15 مللي instead of 10 مللز، كانت هتحتاج قد ايه فوليوم من ال NaOH؟ يعني دلوقتي انت عارف ان القانون بتاعك M1 V1 على N1 equals M2 V2 على N2. هو بيسألك after calculation، يعني انت خلاص عارف الكونسنتريشن بكام. فلنفترض ان انت عارف الكونسنتريشن بتاعت ال NaOH ب 0.3. هو بيسألك انت هتصب فوليوم قد ايه، يعني how much volume of NaOH will be needed to react with 15 milli of HCl. فدلوقتي ده السؤال. المولاريتي بتاعت ال HCl انت خلاص عارفها ب 0.5 مثلا. طب الفوليوم بتاعت ال HCl 15 ملي، كروس مالتيبليكيشن تعرف الفوليوم اللي انت هتستخدمه. اوكي طيب، لو جه بقى قال لك مثلا انا عايز اعمل دايليوشن، لو انت مثلا انت عارف ان الكونسنتريشن ب 0.3 مولر، لو انا عايز اوصله ل 0.15 مولر، يا ترى يا هل ترى هعمل ايه؟ فانت مثلا عشان تجاوب على السؤال زي ده، فانت عارف ان القانون بتاع الدايليوشن M1 V1 equals M2 V2. فلو انا ال M1 عندي ب 0.3 والفوليوم اللي في ايديا ده فنفترض ان هو 10 مللي، وانا عايز اخلي الفاينل كونسنتريشن 0.15، فيا ترى الفاينل فوليوم هيبقى كام؟ معنى كده ان الفاينل فوليوم هيبقى 20 مللي. ايوه يعني انا هزود كام؟ يعني انا هزود 10 مللي. فممكن يسالك دلوقتي لو انا عايز اعمل دايليوشن الفاينل فوليوم هيبقى كام؟ هيبقى 20. يعني انت هتزود قد ايه؟ how much volume will be added to reach the final concentration of 0.15؟ هتزود قد ايه؟ والله لو الفاينل فوليوم 20 وانا بادئ ب 10، فمعنى كده ان انا هزود 10. تمام؟ اوكي طيب ايه تاني؟ والله من احد الحاجات اللي ممكن يحب يلخبطك فيها هو
العكس بتاع الانالايت والتايترنت. يعني ايه؟ يعني احنا المفروض عندنا المثال اللي انا ذكرته، ان انت كان عندك هنا بتحط ال NaOH وتحت عندك ال HCl. صح؟ صح. في امثله تانية مش ده اللي هيحصل، في امثله تانية هيكون عاكس، هيكون حاطط لك الانالايت هو اللي فوق في البيوريت. يعني مثلا يعني عندك ال KMnO4 يبقى حاططها في البيوريت، وهو ده بالنسبه له مش عارف الكونسنتريشن بتاعها، دي بالنسبه له مش عارف عنها المعلومه، ورغم كده ما يحطهاش في الفلاسك، يحطها في البيوريت. لو انت مش فاهم انا اقصد ايه، فاحنا كنا اتكلمنا ان من شويه ان الحاجه اللي انت عارف الكونسنتريشن بتاعها هي اللي بتحطها في البيوريت، والحاجه اللي مش عارف الكونسنتريشن بتاعها بتحطها في الفلاسك. ده الاساسي. انا بقى بقول لك دلوقتي ان هو احيانا ممكن يعكس. ممكن يعكس ليه؟ لان احنا بنميل ان احنا نحط في الفلاسك الحاجه الشفافه، علشان الحاجه الشفافه دي لما يحصل عليها تغيير وتصبح ملونه احسن من ان لو الحاجه ملونه وانا عايز اشوف اللون بتاعها هيختفي ولا لا. يعني مثلا لو انا كنت بادئ، عشان اوضح المثال، لو انا كنت بادئ وحاطط تحت NaOH وحاطط فوق HCl، تمام؟ سيبكم من المثال بتاع KMnO4. تمام؟ فلنفترض ان ال NaOH انت عارف التركيز بتاعها، او خلينا نقول ان هو انت عارف التركيز بتاعها، او بلاش مش عارف التركيز بتاعها، مش عارفه، فعلشان كده حطيتها تحت في الفلاسك. وال HCl عشان عارف التركيز بتاعها حطيتها في البيوريت. تمام؟ ايه اللي هيحصل؟ ال NaOH لونها مع الانديكيتور بينك، وانا عمال بصب HCl. ايه التغيير اللي انا مستنيه يحصل؟ ان اللون البينك يقلب شفاف، عشان الميديم بتاعي يبقى اسيدك، فالميديم بتاعي يقلب شفاف. مين الاسهل على عينيك؟ ان حاجه كانت شفافه يحصل فيها تغيير تبقى لون بينك، ولا ان اللون بينك يختفي ويبقى شفاف؟ الاسهل ان عينينا بتلقط التغيير في الالوان، مش اختفاء اللون. لان انا دلوقتي لو قدامي حاجه شفافه ظهر فيها لون بينك انا هشوف. طب لو هي كان لونها بينك ولون البينك عمال بيختفي، ممكن مبقاش واخد بالي. طب لو بصيت في لون كتير، لو انا مثلا عندي كده لون ازرق قعدت ابص فيه كتير، بعد كده بصيت في حته تانية هشوف اللون الازرق. فانا دلوقتي عمال ببص والحاجه دي لونها بينك، ممكن اللون البينك يختفي وانا عينيا ما تلقطش، لان عينيك في الغالب بتحب تكمل، بتحب تجود. اوكي؟ فمن المعلومه دي انا عايزه اقول لك ايه؟ عايزه اقول لك باختصار الاتي: في الطبيعي الاساسي ان في الفلاسك بنحط الانالايت، الحاجه اللي احنا مش عارفين الكونسنتريشن بتاعها، وفي البيوريت بنحط التايترنت. طب فلنفترض ان الانالايت بتاعك ملون مع الانديكيتور، ساعتها الاحسن ان انا ما احطهوش في الفلاسكايه، حطه في البيوريت. فساعتها هعمل استثناء، هحط في البيوريت حاجه انا مش عارف الكونسنتريشن بتاعها، هحط في البيوريت انالايت. عادي؟ اه عادي. طب يبقى انا عملت كده ليه؟ عشان نقطه الالوان، ان يبقى عندي في الفلاسكايه حاجه شفافه تتغير ويبقى لونها بينك، احسن من ان انا بادئ بالفلاسكايه حاجه لونها بينك ومع الوقت انا مستني ان لونها يختفي. اوكي؟ وسيبكم من المثال بتاع KMnO4 ده علشان ايه؟ ما يلخبطكمش. فاختصارا بقى كده، ايا كان اللي هيجي لك في الامتحان، لو جات لك HCl و NaOH، ايا كان مين فيهم اللي انت عارف التركيز بتاعه ومين فيهم اللي انت مش عارف التركيز بتاعه، ال NaOH هي اللي هتتحط في البيوريت. فاختصار الكلام كده ايه؟ ال NaOH in بيوريت، ايا كان هي الانالايت ولا التايترنت. ماشي؟ ده كده اختصار الكلام. بعدين انا كده خلصت. فاضل بس ان انا عايزه اعرفكم ان كل مدرسه في اختلاف ما بينهم في الانديكيتورز. في مدارس الانديكيتورز اللي موجوده عندها ميثايل اورنج، في مدارس فينولفثالين، في مدارس ليتمس، في مدارس بروموسايمول بلو. يفضل انت تحفظهم كلهم. الليتمس بيبر اللي انت كنت شغال بيها من اعدادي، اللي هي بتكون ريد في الاسيدك ميديوم،
بلو في البيزك ميديم، كريمزون او بيربل في النيوترال ميديم. الفينولفيسالين من الحاجات اللي برضو منتشره شويه، بيكون colorless في الاسيدك وفي النيوترال ميديم، وبتكون ريد او بينك في البيزك ميديم. دول اتنين مشهورين شويه وبيكونوا معروفين. طيب بعد كده عندنا الميثايل اورنج. الميثايل اورنج بيكون اورنج في النيوترال ميديم، وبتكون اسيدك، بتكون ريد في الاسيدك ميديم زيها بالظبط زي الليتمس بيبر. ريد في الاسيدك، اورنج في النيوترال. فمعنى كده ان البيزك ايه؟ يلو. اسيدك ريد، بيزك يلو، لما بيتجمعوا على بعض خط النص اللي ما بينهم اللون الاورنج. تجميعة الالوان لو انت تعرفها. تمام. طب البروموسايمول بلو، هنلاقي ان هو عنده بيهات كتيره قوي. بي بي، فمعنى كده ان هو بلو في البيزك ميديم. اوكي. وده برضو عشان عنده بيهات كتير، فده بيكون بينك في البيزك ميديم عشان تحفظهم. فده كده بلو في البيزك ميديم. في الاسيتيك ميديم بيكون يلو، وفي النيوترال ميديم بيكون جرين. طبعا كل حاجه من دول المفروض ان انت تكون شفت الالوان بتاعتها في المدرسه على الاقل مره، علشان عينيك تعرف تميزهم. اللون الاخضر لازم تشوف الاخضر اللي عندك في المدرسه. اللون الاصفر لازم تكون تشوف الاصفر اللي عندك في المدرسه. ايه بالظبط اللون الاصفر اللي مدرستك عايزاه. تمام. آه. وبرده لو في مدارس معينه صوروا الحاجات دي ابعتوها لي عشان ابعتها لكم، ليكم كلكم يعني، وكلكم تستفيدوا. فانا كده يا شباب انا هعمل ايه من اول ما هخش المعمل لحد ما هخرج؟ طبعا زي ما انتم شايفين الروبريك كل ما في الامر ان هو بيكون عايز ياكد على ان انت تكون شغال بشكل كيميكال صح. يعني انا من اول ما هخش المعمل لازم يكون معايا الادوات بتاعتي كامله. يعني ايه الادوات بتاعتي كامله؟ من اول بقى السيفتي تولز كلها، الاي جوجلز، الابرون، كل الادوات بتاعتي، القلم، الورقه البيضاء، المنديل الابيض اللي انا ما قلتلكمش هنستخدمه في ايه، بس يعني كل الادوات دي تبقى معاك. بعد كده المفروض ان انت هيبقى اول ما تخش الورقه بتاعت الامتحان المفروض ان انت هيكون عندك ستيشن. فالستيشن دي لازم تتاكد ان هي متنظمه وتمام، وكل الادوات معاك. تتاكد بس ان ايه كل الحاجات اللي انت هتحتاجها تمام. ابتدي ان انا اشتغل. يا اما هتلاقي ان بيوريت محطوط فيها السائل اللي انت هتستخدمه، يا اما هتلاقي ان انت هتصبه من الاول. لو هتصبه فهتحط ال NaOH هو اللي فيه البيوريت. هتشتغل في الفلاسكايه بتاعتك، لازم الاول تتاكد ان هي نظيفه وناشفه. وهتحط على هتحط منديل ابيض، بعد كده هتحط الفلاسكايه. تمام. آه... هتحط جوه الفلاسكايه يعتبر 10 مللي، تتاكد ان انت هتحطهم في النص بالظبط، ولا يمين ولا شمال، ما تقعدش تدلدق كده يمين وشمال علشان تبقى الدنيا مظبوطه. بعد كده المنديل الابيض تحت الفلاسكايه، والبيوريت على الاقل يكون فيها 30 مللي عشان تكفيك مثلا 2 3 ترايل. وهتبتدي ان انت تشتغل. اللور منسكس لازم تقراه من قبل ما تبتدي. ما ينفعش ان انت تشتغل من غير ما تقرا الانيشال فوليوم. قرات الانيشال فوليوم وحطيته في الجدول بتاعي. ف اصب لحد ما الاقي الفيرست بينك كلر. طبعا وانا بصب بعمل ميكس، بصب بوقف بعمل ميكس، بصب بوقف بعمل ميكس. اول ما الاقي فيرست بينك كلر هلقطه ازاي بسرعه؟ عن طريق المنديل الابيض ده. المنديل الابيض لما انا هكون حاطه، فاول ما اللون البينك هيظهر انا هكون شايف. مش لازم منديل ابيض، ممكن من ورقه بيضاء اي حاجه. المهم انا كده شايف ان خلاص فيرست بريزيستنت بينك كلر. الفيرست بريزيستنت بينك كلر ده يعني انت تيجي تعمل ميكسنج تلاقي اللون البينك كلر ما بيختفيش. بس علشان ما تتوترش هو في الغالب بيختفي بعد 60 ثانية أو 90 ثانية. يعني أنت ممكن بعد ما تخلص حساباتك تخلص تيجي كده تبص تلاقي إن هو إيه، اللون اختفى. أو بعد ما أنت مثلا بتخلص وكده تلاقي إن اللون بيختفي. دي حاجة ما توتركش، اللون كده كده لازم هيختفي. بس الفكرة إن هو فضل ثابت مثلا إيه 5 ثواني مثلا أو 10 ثواني. ثبت المدة دي، فده كده خلاص الاند بوينت بتاعتك. بتكتب الفاينل فوليوم والانيشال فوليوم والفوليوم يوزد. يا اما هتفبرك الاثنين اكسبيرمنت التانيين، يا اما هتشتغل على الاقل واحده وتفبرك الثالثه، يا اما هتشتغل الثلاثه لو انت مدرستك عندها ما شاء الله وفره في الماتيريالز. بعد ما اشتغل بحسب الافريج فوليوم، بعوض في القانون بتاعي الام 1 وفي 1 والكلام ده كله. بعد كده بنظف الستيشن بتاعتي. دي حاجه عليها درجات. لو انت مثلا عندك اي حاجه اتدلقت بتتاكد ان انت تمام نظفت. ترجع كل الادوات مكانها، تغسل الفلاسكايه وترجع كل الحاجات زي ما كانت او زي ما انت دخلت، ويفضل كمان احسن مما انت دخلت. تمسك الورقه بتاعتك تبتدي ان انت تكمل الحسابات بتاعتك على الديسك. ما تتكلمش كتير وما ترغيش كتير علشان المدرس بتاعك ينساك، تفضل قاعد على الديسك فتره طويله تخلص الحسابات بتاعتك.
ما تغشوش من بعض، مش مستاهله يعني ان انت تكسب رزق حرام، ده عملي يعني، ولو نظري فمش مستاهله. افتكر اليونت، خد وقتك في ان انت تفتكر الديتيلز، خليك هادي، اكتب القانون، اكتب اليونت، ما تنساش ابدا اليونت. البروسيجرز ما ترغيش كتير، حاول ان انت بس تكتب الحاجات الاساسيه، محدش هيقرا، اتاكد بس ان انت كاتب الحاجات الاساسيه باختصار، وكاتب الكي بوينتس الاساسيه. آم، بس ما عنديش حاجه تانية قوي ان انا اقولها. اتمنى بس ان انتوا تكونوا صحيح، بس يعني ممكن يكونوا مثلا يعدي عليك اي ايفالويتور بيسالك مثلا انت بتعمل ايه، هو يعني ايه اند بوينت، يعني ايه equivalent بوينت، يعني ايه تايتريتن، يعني ايه تايترنت، يعني ايه انالايت. فانا قلت لك كل الكلام ده في البرزنتيشن، برضه سايبه لك عشان لو انت حابب تقراه. حاول بس ان انت ايه تراجع على الناحيه النظريه عشان لو جه الايفالويتور عدى عليك سالك. احيانا الايفالويتورز يعني بيحبوا يسالوا. بس انا كده خلصت. توفيق يا شباب المستقبل، وربنا يلهمكم الخير وتقدروا ان انتوا تجيبوا اعلى الدرجات. بالتوفيق.